طلعت كده عملت انا فيديو من فتره كده وانتقدت فيه محمود الخطيب، وقلت ان هو لو هيفضل على المستوى ده ومش هيجيب لنا لعيبه، او هيفضل مثلا يمشي بالسيستم بتاعه ده، ما يريحناش بقى ويقرفناش ويغور بقى. الناس لا زعلت قوي، ولقيت معرضين كتير قوي قعدوا يشتموني في الكومنتات ومش عارف مين ومين لا يا اسطى، يغور في 60 داهيه كمان. ليه بقى؟ لان اللي احنا فيه ده كله دلوقتي من الكابتن محمود الخطيب. بص، اسطوره وانا بحبه وكل حاجه، بس حبي ليه مش هيجي نقطه في بحر من حب النادي الاهلي. قدام الاهلي تسقط انت وتاريخك من الاخر. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى، ان انا طلعت وقلت ان الراجل المفروض كان يجيب لنا صفقات، احنا محتاجين هجوم. كل الطلبات اللي كولر طلبها ما اتحققتش اصلا. مبدئيا كده انا اسف بس لمارسيل كولر عشان طلعت انتقدته الفيديو اللي فات وانتقدته جامد وشديت عليه، ولكن كان شويه حماس كده بعد الماتش لاني كنت متضايق بصراحه من الماتش فنيا. ولكن كولر مالوش ذنب في اي حاجه. المذنب الاول والاخير عن العبث اللي بيحصل ده هو كابتن محمود الخطيب. انت شفت اسامه ابو علي النهارده مش قادر يكمل ال 60 دقيقه وتعبان ومش قادر يقف على رجله. فين بقى المهاجم الثاني؟ فين المهاجم الثاني اللي ينزل يعمل لي الفرق؟ الاجنحه. انت مشيت احمد عبد القادر يا فاشل، مشيت احمد عبد القادر. النهارده مين اللي هينزل يحل لي الفرق؟ او مين اللي هينزل يضيف لي جديد على الاجنحه اللي عندي؟ انت النهارده هجوميا كنت ميح، انت عمال تجيب لي صفقات تعويضيه تعوض لي في الدفاع وفي الباك الشمال، ونسيت الهجوم. انت نسيت ان انت عندك هجوم وهتلعب موسم جديد. اقسم بالله المذنب الاول هفضل اقولها كابتن محمود الخطيب، ولو فضل على السيستم ده يمشي يغور. انا ما عنديش اكبر من النادي الاهلي، ما عنديش حد اكبر في قيمته من النادي الاهلي. انت السبب، انت المذنب الاول والاخير. يا عم انا بص اقول لك على حاجه، انا هثني على اللعيبه ديت وهثني على كوره، لان اللعيبه ديت مهلوكه بقى لها كام سنه. انت المفروض اصلا تبني على القوام الاساسي، انما انت سايب القوام الاساسي ده بقى له كام سنه لحد ما اللعيبه ماتت اصلا تكتيكيا وفنيا وكرويا وكل حاجه، وما عنديش حد يزني يصنعني الفارق. تخيل ان انا ما عنديش اي لاعب ينزل يصنع لي الفارق اصلا. نادي الزمالك اللي احنا بنقول عليه ضايع ده وما عندوش فلوس، عنده سيف الدين الجزيري وعمر فرج ونصر عنده 3 مهاجمين، انا ما عنديش اصلا. انا عندي المهاجم الثاني كفته كهربا في الفتره ديت تعبان، ملوش اي لازمه. محمد الشناوي ده يغور في 60 ده يراخر. يا عم حارس اسطوري وكل حاجه، ولكن كل وقت له اذان. محمد الشناوي من ساعه ما رجع من الاصابه زي الزفت. وعايز اقول لك مش زي الزفت بس، ده انا عايز اقول لك ان هو اصلا ما بيجيش. محمد الشناوي هيضيع تاريخه مع الاهلي لو فضل على المستوى ده. تمام. اي حد بقى من الاهلاويه هيطلع يشتم فيا عشان بقول ان محمود الخطيب لو فضل على كده وما جابليش لعيبه يمشي، ومحمد الشناوي مستواه مش وحش يمشي. اي حد يطلع يشتمني يخبط دماغه في 60,000 حيطه يفلقها يا عم. انا مش هقدر اعيب على كولر لانه ملوش ذنب في اي حاجه. محمود الخطيب المسؤول الاول عن ضياع فرقتي النهارده، والله العظيم بجد. مفيش اي بديل ينزل يصنع لك الفارق، وكل الصفقات اللي احنا قلنا محتاجينها على المستوى الهجومي ما جاتش. انت النهارده لو معاك مهاجم كويس بنفس الكواليتي بتاع وسام، ومعاك جناح احسن من احمد عبد القادر اللي انت مشيته ده، كانوا نزلوا النهارده وشدوا الفرقه وعملوا فارق كويس جدا. ولكن انت تعبان. محمود الخطيب حسبي الله ونعم الوكيل فيه.